الاكله دي وحشتني جدا جدا، الاكله دي يا جماعه وحشتني بغباء بجد. انا بعشق يا جماعه حاجه اسمها سمك قاروص، ولو اني ما جربتوش غير بطريقه الشوي العادي. انا اعرف ان القاروص يا جماعه ليه طرق كتير، بس بجد انا بعشق يا جماعه السمك ده، بعشق. لايكات لايكات يا شباب، عشان انا كنت شايف ناس في الكومنتات كاتبين لي بجرب لنا يا فادي فيديوهات السمك والحاجات ديت اللي هو اللي بيتي. فا اوكي يعني عشان خاطركم برضك انا قلت ايه، انا كنت بقالي فتره كبيره ما بعملش الفيديوهات ديت، بس قلت ايه المشكله نرجعها تاني طالما الناس بتحب كده. بصوا يا جماعه لحم القاروص ابيض ازاي يا جماعه. بصراحه يا جماعه يعني القاروص ده بالنسبه لي حكايه حكايه. بصوا تلاقي السمكه فاتحه لك بقها كده، بصوا ما نعرفش ليه. بيعذبوها ولا ايه؟ السمك طبعا يا جماعه لما بيبرد قشره بيلزق قوي، وبيبقى صعب شويه في التقشير يعني. تمام. لحم ابيض وحاجه ايه، بعشق السمك ده. انا هموت واجربه، نفسي اجربه بالطرق التانية يا جدعان بجد. اسوأ حاجه يا جماعه بعد تقشير السمك هتبقى الايد ملزقه كده والقشر لازق، فبيبقى لازم ايه، انا عن نفسي بشطف ايدي بعد ما بقشر السمك عشان اعرف اكل، لان القشر ده بيقعد يخش في الرز بقى وبيبوظ متعه الاكله. بس دلوقتي عشان انا بعمل فيديو بعيد عن الحوض وكده، فهستخدم المناديل المبلله. تمام يلا يا شباب، دلوقتي بصوا السمك كله اتقشر اهوت، وطبعا جايب بقى رز ابيض عادي ها، وجايب بقى ايه سلطه خضراء وطحينه كمان. انا بحب اكل السمك المشوي يا اما بالسلطه يا اما بالطحينه يا اما بالمايونيز، او مايونيز وسلطه، ليا اكتر من طريقه يعني. بس النهارده بقى انا جايب سلطه وطحينه، دي جديده بقى اول مره اعملها، بس تبقى صايعه قوي برضه. دي بقى ايه بتعمل ازاي، بصوا بقى ايه، يعني مثلا معلقه رز. تمام، عايزين نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك اول 24 ساعه. اهوت يا شباب معلقه رز، وبقى حاطط معلقه سلطه. بس هو المشكله بتبقى حاجات كتير فوق بعض فبتبقى الدنيا ايه، واقوم حاطط السمك فوق الرز، واقوم حاطط معلقه سلطه كمان، واقوم حاطط فوقها حته طحينه. ده عايزه معلقه خارقه ديت، معلقه يعني صعب تتاكل في بق واحد. بصوا هتقع، لا لا هي وقعت فعليا. هو ممكن ياكل السمك الاول لوحده بالرز، وبعدها السلطه بالطحينه. ده احلى حاجه. على فكره يا جماعه انا بحب الطحينه اللي هي تكون تخينه، مش تخينه قوي 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 قوي، لا في المعقول برضك، بس تكون ايه تخينه. ما بحبش الطحينه الخفيفه خالص دي، لا. انا بحب القاروص اللي هو بيبقى لحم ابيض، لان من سنه كده تقريبا كان بدا يظهر حاجات سمك تاني بتوع السمك بيقولوا عليه قاروص، بس هو مش قاروص قوي، هو اسمه نقط، بيبقى شبه القاروص بس بيبقى منقط كده، لحمه ما بيبقاش ابيض.
وطعمه ما بيبقاش زي القاروص. يعني القاروص الفعلي، يعني القاروص الحلو طعمه بيبقى شبه كده للكابوريا شويه، انما القاروص التاني طعمه عادي كده وعادي، ما هوش يعني لا مختلف. انا ما بحبش النقطه قوي بصراحه، احب القاروص. اكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات، بتحبوا تاكلوا السمك المشوي ولا لا؟ وايه اكتر طريقه بتحبوا تاكلوا بيها السمك؟ بالمناسبه انا عايز اقول لكم على حاجه، بجد السلطه جامده قوي. انا اصلا يا جماعه بحب اكتر السمك المقلي عن المشوي كمان، ما عدا المشوي جريل ده. يعني طبعا انتوا عارفين ان السمك في المطاعم بقى بيعملوا شوي جريل بقى وحاجات، ده اللي بيبقى جامد قوي برضه. يعني المشوي جريل بالنسبه لي يعني بحبه قوي زي المقلي، ويمكن اكتر من المقلي كمان. انما انا بتكلم كطريقه الشوي العاديه اللي هي القشره السوداء، شوي الافراد العادي يعني، لا ده بفضل المقلي عنه، بحب المقلي اكتر. انما الشوي على الجريل بتاع المطاعم بحبه اكتر من المقلي كمان، بيبقى شوي غريب. انا اول مره جربت سمك مشوي من بورتو فيش مشوي على الفحم، بصراحه انبهرت، كان شكله جامد قوي وطعمه كان جامد قوي. اخر معلقه. جميلة 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 جميلة. ده خلصت الأكلة كلها في وقت قياسي. أنا ظهري قدامي على الكاميرا ربع ساعة، ربع ساعة من أول ما بدأت أقشر لغاية ما خلصت. إيه ده؟ طبعا في ناس هتقول لي طب يا فادي إيه الهدف من الفيديو ده؟ أهو مش محتاج اتكلم. باي باي. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew